ويسعى لتحقيق انتصار آخر على هذا الملعب، حتى وإن كان قد هزم في المباريات الأخيرة على هذا الملعب وحتى على ملعبه أمام أتلتيكو مدريد. وبالتالي فأعتقد أن كل التكهنات ممكنة في هذه المباراة، ولكن خاصة الفريق المحلي يعاني من غيابات كثيرة جدا، وهو ما أثر عليه في أمام فالنسيا، أثر عليه أمام لاتزيو في دوري الأبطال. ولكن هذه المرة ربما يستعيد خدمات لاعب الوسط كوكي المغيب منذ فترة طويلة، منذ الجولة الأولى، وأيضا منفيس الذي من المحتمل أن يعود إلى الواجهة بعد الإصابات، وخيمينيز أيضا. ولكن أيضا الفريق الضيف يعول على مهاجمه، على لاعبه بيلينغهام الذي يبلي البلاء الحسن، وهو رجل المباريات الحاسمة والذي دائما منذ ما أن بدأ مع فريقه إلا وأبلى البلاء الحسن، وأعطى النقاط ثمينة بالنسبة لفريقه، سواء كان ذلك في الليغا أو كما رأينا في المباراة الأخيرة في دوري الأبطال. الجولة في إسبانيا تحمل في طياتها أيضا مباراة واعدة بين برشلونة وضيفه سيلتا فيغو، مباراة هامة لصاحب الأرض برشلونة كابتن سامي، خاصة بعد أخبار سارة بالنسبة للنادي الكتالوني مع تجديد التعاقد مع المدرب تشابي إرنانديز. نفس الشيء كما الأندية اللي تطمح معناتها الوصول إلى القمة، خصوصا في الشامبيونز ليج والمحافظة على لقب الدوري. برشلونة قام ببعض الانتدابات معناتها جو فيليكس، كانسيلو، كذلك معناتها ليفاندوسكي، مش السنة هذه، الموسم الماضي. تجديد العقد حاجة مهمة معناتها لكزافي، كذلك معناتها ثم بند اللي كونه يتجدد العقد اوتوماتيكيا اذا كان فاز بالدوري ولا فاز بالشامبيونز ليج لسنه 2026، وهذا معناتها شيء جيد للمدرب. فريق برشلونه معناتها يضم العديد من اللاعبين الممتازين وصغار السن، وهذا معناتها ينجم يعطيهم زاد كذلك على المستوى البدني حافز كبير. فريق انطلق انطلاقه جيده على المستوى الشامبيونز ليج، كذلك حتى على المستوى الدوري بالرغم معناتها من تعثره، لكن يبقى معناتها من المنافسين المهمين معناتها على الدوري، ويبقى بارسا معناتها من افضل الفرق الموجودين في قاره اوروبا. نعم. بقي الصعود والنزول، ظهر نادي شتوتغارت هذا الموسم بشكل مغاير محققا انطلاقه مثيره ونتائج مبهره ليكون على بعد نقطه من متصدر جدول ترتيب البوندسليغا. التفاصيل في تقرير مراسلنا ابو عبيده اليندوزي من دوسلدورف. لم يكن أحد في مدينة شتوتغارت يتوقع لنادي مدينتهم هذا النجاح المثير هذا الموسم حتى الآن في النتائج والأداء. شتوتغارت الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السادس عشر ودخل للموسم الجديد للبوندسليغا من بوابة مباراتي ملحق الصعود والهبوط اللتان فاز بهما أمام هامبورغ، أصبحت صدارة الترتيب تلوح لفريق المدرب سيباستيان هونيس في مباراة افتتاح الجولة الخامسة للبطولة الألمانية مساء يوم الجمعة أمام الصاعد الجديد دارمشتادت. وجوابا عن سؤال أحد الصحفيين قبل هذه المواجهة عن سر نجاح شتوتغارت حاليا، أجاب المدرب الشاب هونيس الذي استلم تدريب النادي في أبريل الماضي: من جهة بدأنا الموسم بمعنويات عالية وبثقة كبيرة في قدراتنا وبتواصل جيد بيننا، ومن جهة أخرى اللاعبون ظلوا منفتحين جدا ومتجاوبين تماما من أول يوم مع أفكارنا وخططنا. ثم هناك أسباب أخرى ثانوية مثل الدعم الكبير من الجمهور، وهذا أثمر النجاح الذي نعيشه حاليا. سيغو غيراسي المهاجم الغيني هو أبرز سلاح يمتلكه شتوتغارت، رأس حربة يسجل أهدافا بالجملة كان آخرها هارتريك في مرمى ماينز الأسبوع الماضي. ويتصدر المهاجم الغيني غيراسي البالغ من العمر 27 عاما لائحة هدافي البوندسليغا ب8 أهداف بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه و4 أهداف عن هداف البايرن الإنجليزي هاري كين.
So, und dann ist es da halt einfach auch ein Wechselspiel. Und هو عن نفسه قال بأنه يلعب أفضل فترة في مسيرته حاليا. لاعب فعال جدا ولا يكترث لأي مواضيع جانبية مثل الميركاتو، ويركز على ما يقدمه من أداء. يسجل بكلتا قدميه وبالرأس وظهره للشباك وبتسديدات مباشرة. لديه تنوع مدهش في هذا ويتدرب بكثافة على ذلك، وهو يستفيد من الجهد الكبير من زملائه أيضا. فرصة سانحة تنتظر شتوتغارت أمام دارمشتادت لانتزاع صدارة البوندسليغا ولو مؤقتا، وفرصة لنجمها الغيني جراسي لتعزيز تصدره لهدافي البطولة الألمانية بأهداف جديدة تسعد جماهير ملعبه بشتوتغارت. دورف، مرحبا بك. كيف ينظر أبو عبيد الإعلام الرياضي في ألمانيا إلى هذه البداية الجيدة لفريق شتوتغارت، وما هو سر نجاح هذا الفريق لحد الآن في مستهل منافسات البوندسليغا؟ مساء الخير مهيب. طبعا شتوتغارت إحدى قصص النجاح حتى الآن منذ بداية الموسم حتى الآن إلى جانب باير ليفركوزن ولايبزيغ. إذن شتوتغارت الذي لم يكن أحد يعتقد بأنه في هذه الجولة، وهو الآن أعتقد أنهى الشوط الأول أمام دارمشتادت متقدما بهدفين، إذا بقي على هذا الحال قد سيتصدر ترتيب البوندسليغا ولو ليوم واحد، حتى نتائج يوم غد بشكل خاص نتائج المباراتين، مباراة المتصدر قبله ليفركوزن وطبعا العملاق بافاري بايرن ميونخ. إذا بالنسبة لشتوتغارت حاول الصحافة في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة دارمشتادت أن يطرحوا أكثر من سؤال عن أسرار نجاح شتوتغارت. المدرب كما في التقرير حاول الإجابة وقال هي مزيج من عوامل عدة أثمرت هذا العطاء بالنسبة لشتوتغارت، وطبعا على رأسها يبقى الهداف جيراسي سيروس جيراسي الذي سجل هدفا آخر أمام دارمشتادت ليوسع الفارق بينه، وهو على رأس قائمة هدافي البوندسليغا ب9 أهداف. هو أيضا من ربما أحد الأسرار الأولى والسر الأكبر لنجاح شتوتغارت. وكذلك الخبراء في وسائل الإعلام الألمانية يرون أيضا هذا المدرب سيباستيان هونس أنه يتوافق بشكل كبير جدا مع، وعرف كيف يخاطب وكيف يتواصل مع اللاعبين وكيف يخرج منهم الأفضل، وهذا ما شاهدناه في المباراة. وطبعا شتوتغارت يفوز بنتائج يعني مثيرة، ليست فقط على مستوى النتائج وإنما أيضا الأداء الذي يقدمه يجعله الآن قد شتوتغارت يضع في خططه قبل الموسم كان الهدف المعلن هو فقط البقاء في البوندسليغا. أعتقد الآن بعد ما وصل إليه ربما قد يصحح أهدافه ليعود ليرى ربما مكان يؤهله إلى إحدى المسابقات الأوروبية، هو هدف الموسم. شديدو التفاؤل ربما يذهبون أبعد من ذلك ويرون في شتوتغارت ربما مفاجأة الموسم وأحد المنافسين للعملاق البافاري على اللقب. أبو عبيد اليندوزي من دوسلدورف، شكرا جزيلا لك. فريق آخر يقدم في مستوى راقي، مستوى جيد، وقد يزاحم فريق بايرن ميونخ على صدارة الدوري الألماني. نتحدث كابتن سامي على فريق باير ليفركوزن المتصدر مع فريق بايرن ميونخ. مباراة قمة الأسبوع الماضي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما. المدرب تشابي ألونسو يقدم أيضا في نتائج جيدة مع فريقه باير ليفركوزن، بالرغم معناتها اللي تفاوت الامكانيات وتفاوت كذلك حتى على مستوى اللاعبين. نعرفوا بايرن ميونخ يمتلك العديد من اللاعبين في كل المراكز، لاعبين دوليين ولاعبين من طراز عالي، وزاد دعم الفريق بقدوم روي كين معناتها الهداف الكبير هاري كين. اكيد كزافي الونزو معناتها ظاهر البصمه نتاعو، لاعبين ما نقولش مغمورين لكن لاعبين ما همش اسامي رنانه في الدوري الالماني. استطاع الموسم الفارط وكذلك الموسم هذايا معناتها عمل انطلاقه جيده مع فريق ليفركوزن، واستطاع لكونه معناتها يكون يقدم كرة قدم عصرية جدا ويعرف كيفاش يجاري المقابلات نتاعو.
على المستوى البدني فريق معناتها في اخر الدقائق معناتها رجع في المباراه ضد بايرن ميونخ قدم مباراه على مستوى عالي وعالي جدا، من الفرق اللي حسب رايي اقرب من شتوتغارت. حسب رايي ليفركوزن من الفرق اللي نجم ينافس الفريق البافاري على الدوري الالماني، نظرا اولا درايه المدرب معناتها وحنكه المدرب، ظهرت البصمه نتاع المدرب نعم. في فريق باير ليفركوزن. على كل نلقي النظرة الآن مشاهدينا على